الزيدي قاصف بوش بالحذاء وجد اليوم نفسه فجأة في موقع الرئيس الأمريكي السابق عندما رماه عراقي غاضب بالحذاء. كاميرا MBC كانت هناك ورصدت الصورة مع الزميل حسن زيتوني. يجب أن ننتهي هذا الموضوع. فاعلها متلقيها. حادثة رمي الحذاء تنتقل عدواها من بغداد إلى باريس، والمستهدف هنا هذه المرة هو الصحفي العراقي منتظر الزايدي خلال مؤتمر صحفي نظمه نادي الصحافة العربية في باريس. والشخص الذي استخدم الحذاء ضد منتظر الزايدي قيل إنه موظف في السفارة العراقية وطرد من المؤتمر الصحفي. Bon, les caméras, ça excite.